الليلة دي التسجيل اللي هتسمعوه اتبعت لنا من رقم مجهول. اللي سجله قال إنه اسمه فهيم، وإنه كان في قرية صغيرة في الريف من عند الجسر اللي محدش بيعدي عليه بعد المغرب. بيقول إنه مجرد زيارة عائلية، بس اللي حصل خلاه يشك إن البيت ده مش بيت عادي. لو قررت تكمل افتكر إن التسجيل ده هو آخر حاجة سمعناها من فهيم. أنا فهيم، مش من هنا. أنا أصلا من القاهرة، بس مراتي من بلد صغيرة كده جنب المنصورة. أبوها كان عيان جدا، فقررنا نروح نزوره كام يوم. الموضوع بدأ عادي جدا، بس أول ما وصلنا البلد حسيت إن في حاجة مش مريحة. البيوت كانت قديمة قوي، والناس بيبصولي كأنهم شايفين حاجة فيا أنا نفسي مش شايفها. ما كانش في شبكة كويسة، والليل هناك بيجي بسرعة غريبة. وأكتر حاجة شدتني بيت كبير واقف لوحده في آخر الجسر. كان واضح إنه مهجور، بس اللي يمر جنبه يحلف إنه شاف نور خافت طالع من شباكه. أول يوم عدى كل حاجة تمام، بس في آخر الليل وأنا واقف في البلكونة سمعت صوت حد بينادي باسمي من بعيد. كان الصوت جاية من ناحية الترعة اللي بعد الجسر. قلت يمكن حد من البلد بيهزر، بس لما سألتهم تاني يوم محدش اعترف إنه ناداني. كلهم وشوشهم اتبدلت وسكتوا كأنهم خايفين يقولوا حاجة. بدأت أحس بصداع غريب، وكنت بنام بصعوبة. الليل بيبقى طويل قوي، وكأني في وقت مش بيمشي. وكل مرة أقرب من الجسر بحس إن الأرض نفسها بتكتم أنفاسي. مراتي كانت بتقولي سيبك يا فهيم، البيت ده محدش بيقرب منه، بس الفضول كان بيقتلني. في ليلة المطر سمعت الصوت تاني، المرة دي واضح جدا، كان بيناديني من جوه البيت. صوت ناعم هادي. قدرتش أمسك نفسي، مسكت كشاف ونزلت أمشي ناحية البيت. كل ما أقرب الدنيا بتسكت أكتر، ولا حتى صوت الكلاب. وصلت عند الباب الخشب، كان مفتوح نص فتحة، بيزيق بهدوء كأنه بيتنفس. ولما دخلت كل حاجة كانت متغطية تراب، بس على الترابيزة في نص الأوضة كان في كوباية شاي سخنة ولسه فيها بخار. فاكرين لما قلت إني سمعت صوت حد بيناديني عند الترعة؟ كنت فاكرها مرة وعدت، بس الظاهر إن الحكاية دي لسه ما ابتدتش أصلا. من بعد اللي حصل في أول ليلة أنا ما نمتش. كنت بحاول أضحك مع مراتي وأقول لها يمكن تعبت من السفر، يمكن دي توهة. بس كل ما الليل يجي بحس قلبي بيتشد ناحية الشباك كأن حد بيندهلي بالاسم. مش جوه وداني، لأ جوه دماغي. الساعة كانت يمكن 1 بعد نص الليل، وأنا قاعد على السرير وكل حاجة حواليا ساكتة إلا صوت المية اللي بره بيخبط كده في حجر الجسر بخبطات هادية، زي نفس حد بيحاول يفوت صوته من غير ما يتسمع. قمت أفتح الشباك عشان أطمن، ولما نور الموبايل وقع على الترعة شفت انعكاس واحدة واقفة ورايا. بس لما لفيت ما كانش في حد. الأوضة فاضية والسرير نظيف، بس ريحة المية والطين كانت مالية المكان. رجعت أقفل الشباك، لقيت شعرة طويلة لازقة على الإطار. شلتها بإيدي وقلبي بيخبط كأن في حاجة جوايا بتحاول تطلع تهرب. رميت الشعرة ورجعت أنام، بس النوم رفضني. الهمس بدأ تاني. لسه فاكرني يا فهيم؟ صوتها ناعم بس وراه حزن تقيل، زي واحدة بتعيط جوه المية بتضحك وهي بتغرق. الصبح نزلت من البيت، قابلت عم فضيل، الراجل العجوز اللي دايما بيقعد على الكوبري. بصلي كده من غير ما اقول حاجة وقال لي ابعد عن الترعة يا واد، اللي بيبص فيها بليل المية بتبصله كمان. ضحكت، بس ضحكة غصب مش طالعة من قلبي. الليل اللي بعده قررت أسجل. قلت أشغل الكاميرا
وأشوف لو في حاجة فعلا. كل اللي اتسجل كان صوت تنفسي وصوت المية، وفي آخر التسجيل قبل ما الصورة تسود في نفس واحدة قريب جدا من المايك، وقالت نفس الجملة: لسه سمعاني يا فهيم؟ من بعد التسجيل ده وأنا حاسس وداني بتزن، كل ما أحاول أنام أسمعها، وفي لحظة كنت حاسس إنها جوه وداني بتوش. مسكت وداني لقيت فيها حاجة سخنة زي دم خفيف. مراتي صحت بتقولي مالك، بس أنا ما كنتش قادر أرد. كنت سامعة هي بتناديني ماشية من بره الشباك، بتضحك وتقولي تعالى شوفني، المرة دي هتشوفني. معرفتش أنا قمت إمتى ولا نزلت إزاي، بس لما فقت كنت واقف على الجسر، الشمس بتطلع ورجلي مبلولة لحد الركبة. في اللحظة دي حسيت إني فعلا مش لوحدي، حاجة أو حد رجعني من الترعة أو منعني أنزل أكتر. رجعت البيت، وأول ما فتحت باب الأوضة لقيت نفس الشعرة اللي رميتها محطوطة على المخدة. نفسي اتقطع مني، بس اللي خوفني مش الشعرة، اللي خوفني إن الموبايل كان بيصور وأنا ما كنتش لمسته. صوت همس ناعم أقرب وأقرب: الليلة الجاية يا فهيم، الليلة الجاية. وعند اللحظة دي فهيم وقف التسجيل، ما كملش ولا قال هو شاف ايه بعد الليلة دي. لكن اللي نقدر نقوله إن اللي حصل لفهيم بعد كده كان أبعد بكتير من مجرد خوف. الراجل اختفى من البيت لآخر الليل، وآخر مرة اتشاف كان واقف عند أول الجسر وبيبص للضلمة كأن حد بيناديه: إحنا هنا، مش هنستعجل الأحداث، اللي جاي أخطر، والليلة اللي بعدها هي اللي قلبت كل حاجة. استنونا في الجزء التاني من القصة عشان تعرفوا مين اللي كان بينادي فهيم، وإيه اللي شافه عند البيت اللي في آخر الجسر، وليه قال الليلة الجاية. نصيحة: إلى أن نلتقي، خلي نور أوضتك منور.